الشكوى اللي كل ام معظم الامهات بدون استثناء يعني الا من رحم ربي بتشتكي منها، اللي هي ايه؟ اللي هي ابني ما بياكلش، بقعد الف معاه الشقه من هنا لهنا 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 عشان لقمه واحده بس هو ايه؟ يجري منها. يعني عنده فقدان شهيه، عنده فقدان شهيه، ما بياكلش. طيب، في موضوعنا النهارده هنتكلم على اهم 3 فيتامينات، ومش مجرد فيتامينات بس، لا دي مهمه جدا للنمو وللمناعه كمان. نقص الفيتامينات دي موجوده في جسم الطفل، بيكون طبيعي جدا ان احنا هنلاقيه فاقد للشهيه. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو الزنك. تاني حاجه هنتكلم عنها فيتامين ب المركب. تالت حاجه هنتكلم عنها فيتامين دي 3. هنقول كلمتين على كل فيديو، على كل فيتامين كده في الفيديو النهارده، ونشوف المصادر بتاعته الطبيعيه وجرعته ولو ناقص والحاجات دي كلها. اول حاجه الزنك ده يا جماعه مش مجرد عنصر وخلاص، لا ده بيسموه فيتامين النمو والشهيه. نقصه بيسبب فقدان شهيه ملحوظ، بيسبب تساقط في الشعر، بيسبب ضعف مناعه وكثره تعرض الطفل للعدوى، وبطء طبعا في النمو الجسدي جسمه. طيب، الابحاث بتقول ان اكتر اطفال عرضه لنقص الزنك اللي هم بيعتمدوا في اكلهم على النشويات والسكريات. طب اكل طفل ايه؟ عندنا اللحوم الحمراء، عندنا الاسماك، عندنا الدجاج، عندنا البقوليات، وعندنا المكسرات. طيب، الجرعه اليوميه بتاعه بتاعه الزنك هنقولها كده مع بعضينا. من سنة ل3 سنوات بيحتاج 3 مللي جرام في اليوم من الزنك. من سن 4 لسن 8 سنوات بيحتاج 5 مللي جرام في اليوم. من سن 9 لسن 13 سنة بيحتاج 8 مللي جرام في اليوم. طيب، الحاجات دي كلها بناخدها عن طريق مكمل غذائي، ولا بناخدها عن طريق يعني مكمل غذائي ادويه، ولا بناخدها عن طريق الاكل؟ الاثنين. المهم ان هو ياخد الجرعه بتاعته. لو انا حسيت كأم ان هو ما بياخدش التغذيه بتاعته المناسبه، مصادر الزنك عن طريق الاغذيه، يبقى على طول لازم ان انا استكمل الجرعه اليوميه بتاعته بالمكمل الغذائي. ده في غايه الاهميه. طيب، عملنا تحليل زنك بالنسبة للطفل ولقينا فيه نقص بسيط او متوسط. ممكن ان احنا نضاعف الجرعة اليومية اللي احنا بنديها للطفل عن طريق الاكل او عن طريق المكمل الغذائي. يعني مثلا طفل عنده من 4 مثلا ل8 سنوات، المفروض ان انا بديله جرعته ان هي 5 مللي جرام من الزنك يوميا. في الحالة دي بديله 10 مللي جرام بين الاثنين، ميكس بين الاثنين، ما بين الادويه وما بين الطعام. طيب، لو عنده نقص شديد في الزنك ممكن اوصل الجرعه لحد 20 مللي جرام في اليوم. استعمله لمده قد ايه؟ السؤال التقليدي. بستعمله لمده شهر او شهرين لحد ما النسبه بتاعته ترجع للطبيعي بتاعها، واحس ان انا كأم ان هو الشهيه بتاعته بدات تفتح، ابدا انقص الجرعه او استبدلها اركز على الاغذيه اللي هي الغنيه بعنصر الزنك. بس خلي بالك يا جماعه، الزنك ده ما بيتاخدش مني لنفسي كأم او كأب، لازم تحت اشراف طبي. ليه لازم تحت اشراف طبي؟ لان زياده الفيتامين، اي حاجه بنعملها زياده لازم بتقلب لعكسها. حتى الواحد نام كتير دماغه هتوجعه، اكل كتير بطنه هتوجعه، وهكذا. فلازم لو زودنا جرعه الزنك في الحاله دي ممكن يؤدي الى اعراض زي القيء وزي الاسهال. فلازم يكون تحت اشراف طبي. خلصنا موضوع الزنك. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم على فيتامين بي المركب. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.